مواقف محرجه مش خساره فيها النت. ده بقى لما صاحبتك بقالها شهر بتقنعك ان الكرامه اهم من اي شيء، بس انت اصلا مش فاهمه معنى الكلمه. شفت الخزان الدواني؟ شفته يا رخيصه. بس ده بقى لما تطلب منك انك تعمله سيشن تصوير وتسمع كلامها. يا عمود يا فاري. سيبي يبص لها ازاي، لو اعطس وشك اموتك. سيبونا اندمج واحلم مع احلامي البائسه. يعني بلاش تندمجي قوي، بصه فين يخرب بيت. طبعا كلنا عارفين الترند ده، بس ده بقى ما كانش بيعمل الترند، ده كان بيعمل سوبليكس. الموقف ده بقى يا اخواتي زي ما هو واضح قدامكم كده، واحد عايز يعمل سبرايز لصاحبته يعني، بس للاسف اختار اغبى 2 من صحابه عشان ينفذوا العبث ده. بتعمل ايه الله يكسفك؟ معرفش بقى هو اللي بيطوحها كده، ولا هي مرهقه اساسا، ولا ايه؟ لا دي هبله، لا يعني. اتحشرت. انا فيديوهات التجارب الاجتماعيه دي تحس ان الدنيا لسه فيها خير يعني. هو هيطلع اللي في بالي طيب. يا ابن جايب قارورة الميه وعاملها وزن، يعني بيشغل الشغل. حسب. وده تقريبا عمل مفاجاه لمراته وعمل لها كيكه حاجه زي كده. بس انا قلتها قبل كده، قلتها احنا ملناش وقوف في مطابخ. اهو هو راكب المزلجه من غير عجل، واخد بالك انت؟ اللي هو نار ابيض هتم افتتاح مطب في وشك. مش عارف يعني لسه بيتقدم لك وعايزه تبوسي يعني. انت لما تحلم انك بتاخد غطس وفجاه تلاقي نفسك على الارض جنب السرير، او الراجل ده نفس الحوار. بص يا نهار اسود. عقبالنا يا رب كده لما ايه ده؟ الله يا عريس، يا دخلتك ولا خارجتك؟ بقيت اللي بتقول دايما نفسي ابقى شاب وارجع الساعه 4 الفجر، احنا 4 الفجر اهو. يا نهار ازرق على العبث. بص الكلب كان هيجري بس حس ان الواد مسيكب فقال لي شوف ماله يعني. ما بيعملوا ايه دول؟ بتاع دي مش مقاطعه يا جدعان. يا نهار ابيض. اشترك لي باظ يا بنتي. عارف انت صاحبك اللي ما بيجيش من ورا غير المشاكل والحوادث؟ او هو ده بقى اللي هو مش هيرتاح كده ولا يهدى له بال غير لما يجيب اجلك. اللي قدامك ده بقى هيقدم لنا رقصه يحيى الارض سخنه، يعني بغض النظر ان النسكافيه عمال يتدلدق واللي وراه مستغرب هو نفسه الدلدق. بقى رومانسيه وتعلم بقى يا اخي. يعني بيطلب ايديها قدام استاد، يعني امة لا اله الا الله كلها بتتفرج عليه. ولا فيتو دي شكله بيشقط. كده صح. يا نهار. وانت بقى لعيب بينج وعندك صاحب بيرمي صراف زي دوت، يعني اعمل له منشن. الناس بقى اللي بتحب البولينج تقول لنا في التعليقات مش ده يخرب بيت. يا جماعه قلنا 100 مره الحاجات دي بتجيب الحسد في الافراح. ايه الصوت اللي انا سمعته ده؟ عاجبك كده؟ اهي العين فلقت البنطلون. خش بقى اتفضل. عايزك تبص على اللقطه دي، ده طالع فوق كده عشان يديله واحده باور اسلام عبد الهادي. وظف. ايه البرود ده؟ ايه ده؟ اجرب ده ولا ايه؟ انا حاسس بيك لما بيقوموا مره واحده كده بيبقى يا نهار اسود على الاحراج. يا بنتي بتعمل. بس بقى خلينا ندوق عمايل ايد الحاج. شويه محشي ورق عنب. بتعمل ايه؟ فاجئني انا عايز اتفاجئ. تقريبا شكلها طلعت نقاطه. هوبا. ايه ده؟ ايه يا وليه ده؟ وترتيه ده راكب الهوا بطريقه يعني. ده اباتريلي، ده اللي انت فيه ده اباتريلي، ده مش هوبا. ايه يا بنت؟ ده بالله يا عم، دي نعمه ربنا. انت بتعمل فيها كده ليه؟ تستاهل. على فكره الواد ده يستاهل. بص هو عمال يعافر ومش مقتنع انه ما ينفعش اصلا. يا عم صلي على النبي يا عم هتتشقلط يخرب بيت سنين. عايز واحد بيعرف يستلم الكوره بالاحتراف ده يا ابن اللعيبه. هو لازم كل فرح تلاقي واحد من صحاب العريس لازم يعمل كارثه. حماس في سني ده يا جماعه بيبقى خطر على يا لهوي البس حاجه، هتلبس كلسون ولا حاجه البيت ده ما حدش فيه عنده انتماء للتاني. بص ده عايز يخد اخوه، فاخته راحت فتنت عليه فالتاني راح مديله، اللي هو مفيش حد سالك في البيت ده خالص. نظارات العاب الواقع الافتراضي دي يا جماعه على فكره مجرد ما بتلبسها انت بتبقى في عالم تاني خالص، فتوقع اي شيء بقى. اللي هو لا خد. بص طاير بالعجله والحماس واكله علقه موت والله العظيم. بس العريس حب يفاجئ عروسته وقال يهديها سوبليكس في الفرح. يا نهار اسود انت بتعمل ايه يا عم؟ بتعمل هو سيب البت يلا سيب. ما شاء الله عمالقه بتلعب كره سله. مش ايه ده كف امين شرطه يلا يخرب. تحتفلي بدري ليه؟ احتفلي بعد السباق لسه ما خلصش وده وقت. تقريبا بقى حب يساعد كرة عينه في المطبخ عشان الفرن زي ما انت شايف كده مولع، فاللي هو ايدك لا انت مالكش طاف هنا. بص بقى الباركور اللي بجد، انت لو حابب الباركور وعايز تتعلمه لازم تتعلمه من ناس فاهمه هي بتعمل ايه. الناس اللي كانت بتقول لك بكره تتجوزي وتعقلي، انت اهو بعد الجواز. احنا بقالنا اسبوعين بنتمرن على الدخله دي. ايوه بص يا باشا. يا نهار اسود. ما خلاص مش عارف ليه حاسس ان الاتنين دول هبل وهتحصل كارثه دلوقتي. لو يا عم مين فينا بقى كان بيعمل الحركه دي زمان على السلم؟
حلوه البزابيز اللي على الارض دي والله يا ابن اللعيبه. ايه ده؟ يا لهوي. تقلقيش طول ما الكابتن معاكي هتتعلمي الصح. نهار اسود بقت بوستر على المركب. ده بقى بيعمل كوبايه شاي بس بطريقه غريبه شويه ومستفزه. يعني هو بيتمرجح فقال بقى ما يضيعش وقت يعمل كوبايه شاي بالمره. انا حط السكر اهوت وهيقلبه ملحقش. هيقلب تاني. اشرب بقى. الف انا وشفا. عارف انت الناس بتوع شغال يا وحش والناس دي اكيد انتوا عارفينها يعني بقى، او سمعتوا مثلا الست الوالده بتتفرج على حد فيهم العروض بتاعتهم بقى التحفه. بص قاعد بيتفرج على الماتش وحاطط رجل على رجل والكاريزما هتاكل منه حته. بص هو بقه ملحوس وشكله ما استناش لحد ما يطفي الشمع. فاهم؟ معلش بيهزر معاك بيهزر. ولا ايه ده؟ ابن مين ده؟ ابن مين الواد ده؟ عارف انت لما تخطب واحده ما تعرفش تقعد 5 دقايق على بعض من غير ما تفرق؟ لا وشغاله معاك في نفس المكان كمان. ارتحتي؟ هو بينشط عضله السمانه. ايه ده؟ هو في ايه؟ دي دولة أجنبية بس الفرح تحس إن هو فرح في المطرية. طالما طلبك للرقص يبقى دول أجانب مش. بص بقى على اللحظة ديت ويوم المنى وقرايب منى. يعني النهار اسود. انت كان يوم اسود يوم عزموه. بقى لما تحاول تبقى شاب اويه بس الموضوع مش الله يعرفك. كمان ما بتعرفش السوق. خلاص بتعمل ايه؟ الفيديو باظ. واحد حب يعمل الترند اللي هو بتاع اليومين دول اللي هو بتاع يمشي على الهوا والكلام دوت. بس ايه ده؟ انت بتضحك عليه. العيال الصغيرة دي بترخي من الواحد في أي مشوار بصراحة. لا انت تروح بقى تطلع. بص دي بتصور الاوتفيت بتاعها بس تقريبا كده المرايه مش جايبه الاوتفيت كله. ادي كرسي بقى. بتعملي ايه؟ العيال بتاعت الباركور دي يا جماعه لازم تشوفوا لهم حل. اللي هو ايه ده؟ طب ده نام ولا مات ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب بتعمل ايه؟ انت بتخمس في الشقه؟ انت غبي يالا. شباب بقى اللي بتحب تركب عجل وبتفرمل العجله اللي قدام وبتسيب العجله اللي ورا. يعني انت بتبقى مستني ايه؟ انا عايز افهم. ازرق. اهدي يا بنتي اهدي. انا خايف عليك وعلى اسنانك وربنا. مش عارف لما دول قرايب العروسه ولا عريس. امال العروسه ولا عريس بقى شكلهم عامل ازاي؟ ايه ده؟ يا ابني انت بجلدك بطعم حزلقوم اللي انت لابسه ده. ايه البتاع دي اصلا؟ دي مرجحه اصلا ولا ايه دي؟ لا 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 لا. وانت بتبوسي الحصان ولا بتعملي ايه بالظبط؟ ايه ده؟ ايه المفاجاه دي؟ نازله من سلم طياره تقريبا. بس انا اول مره اشوف حد حاطط كوبايتين ازاز مكان كعب الجزمه. فاللي هو لا. طب رحله سعيده بقى. وانا الواحد اللي مستغرب ولا ده شيء عادي؟ يعني هو المفروض اللي كانوا يعزموا اهل العروسه لوحدهم واهل العريس لوحدهم. لكن تسايح الطبقات في بعض ده ما ايه ده؟ ايه ده؟ بص بقى من احلى الشقلباظات اللي ممكن تشوفها في حياتك. ايه ده؟ ايه ده؟ ده بقى لما تتنمري على افراح قرايبك كلهم بس يجي دورك. هو بيعزف بالجيتار وهو راكب على العجله بالعكس. يعني هو عايز يورينا موهبه فريده من نوعها يعني. ربنا يوفقك. بقى حب يعمل الترند بطريقته الخاصه. الله عليك. هات المصورين بتوع الماتشات دول يا جماعه بيعملوا حاجات غريبه. يعني بص. انت مش جدع يا اسطى والله. بس نشوف الفرقعلوز ده يا ابن اللعيبه. ايه ده؟ هوب ارفع وجه. لما بتروح تتقدم بيبقى فيه كميه توتر ما وردتش عليك قبل كده. الفاشن اللي قدامك ديت تقريبا عايزه تورينا الاوتفيت بتاعها مع الجزمه بقى والحاجات ديت. بس اللي هو بس عشان شكل فرح مهم وفي ناس مهمه. ده لوحده ده يا حاج. الفيديو ده بقى حرفيا مدغدغ الدنيا على السوشيال ميديا. يعني المفروض ان دول ممثلين وبيمثلوا بس كل واحده فيهم خدت قلم من التانيه يجيب لها ارتجاج. دي الهرمونات بقى بتاعتهم. هي دي بقى. العريس دلوقتي بيقول لما الاغنيه تسخن هعمل حركه رومانسيه هتخلي النهار اسود. منطلق ما شاء الله. بس بالراحه الله يخليك بس عشان الترابيزات دي مش بتاعتنا. ها لا وقايم ومكمل عادي. فاهم؟ العريس شكله فرحان ومتحمس بس بزياده شويه. بس ما علينا. ده يعني هي ليله مش هتتعوض. ف ايه ده بس عريسنا؟ اهدى بس وصلي عن اهدى.